السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. دلوقتي معايا القرنبيط الحلو ده. بصوا يا جماعة، القرنبيط ده بنجيبه من عند الراجل ونقطعه كده زي التقطيع العادي اللي احنا عارفينه، وبشيله في الفريزر من غير سليق. لو سلقتيه وانتي وشلتيه في الفريزر هيتهري منك بعد كده. لكن تطلعيه من الفريزر تكون المية بتغلي كده، تروحي مسقطاه على طول في المية، هيطلع معاكي حلو جدا. جربيها ومش هتندمي. دي طريقة التخزين القرنبيط بتاعتنا كده، فطريقة حلوة قوي. تمام. ففي الوقت دوت بقى، في حين الايام يعني كام يوم كده دول اللي قبل رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فبنقعد نفكر نعمل اكل ايه، طب نعمل اكل ايه، فهو ده بقى ايه وقته الاكل ده بقى. جربوا الاكله دي كده. وفي كده وصفه كده جديده حلوه قوي هتعجبكم. والاكله دي طبعا ممكن نعملها في رمضان عادي، يعني ده ممكن يكون مثلا يعني مرتين في الشهر مثلا او 3 مرات عادي جدا يعني. فالواحد بيكون مثلا زهق من الاكل، ورمضان الحمد لله بيجي بخيره ونعمه وفضل من عند ربنا. ف بيبقى محتاج الاكل اللي زي ده. فجربوها كده. وفي وصفة كده في الفيديو القرنبيط، يعني معروف ان كل الناس بتعمله، بس في ايه تكاية كده ممكن ايه محدش يعرفها، او تكون غايبة عن حد يعني. دلوقتي بقى حطيت القرنبيط على النار وحطيت له كمون طبعا علشان خاطر المعدة. ومعايا بطاطس كده اقطعها صوابع عادية خالص. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكومنت منكم فعلا بيسعدني. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلصت البطاطس وحطيت لها الملح، وهنحط كده مثلا معلقة او معلقتين من الخل كمان. بالرغم ان الاكلة ديت يعني آه مستهونين بيها، بس فعلا بتاخد وقت. يعني انا عندي المحشي اسهل من الاكلة دي. نعمل بس التتبيلة بتاعت القرنبيط. انا معايا كده بيضتين، على حسب الكمية اللي انت عايزة تحطيها. عايزة تحطي 3 حطي 4 براحتك. انا حطيت بيضتين كده، وحطيت الملح حسب الرغبة، وسنة من الشطة، فلفل اسود، كمون. اساسي الكمون. ما كفانيش ان انا انزلها من الاخرام بتاعتها، لا فتحتها عشان الكمون اساسي في الوصفة. حطيت كده ايه دقيق. معلقة كده كبيرة من النشا. النشا بيقرمش القرنبيط وبيخليه حلو قوي. بس انا بالنسبة لي النشا كل ما بيزيد في الوصفة يعني النشا بالزيت لما بيزيد عن حده بينقلب لضده. يعني انا زودته في اي وصفة الكفر بتاع الوصفة بيطلع مش بيثبت. وحطيت البقدونس كده بس وخلاص، وهسيبهم ايه، هنزل عنهم بالقرنبيط وهركنهم على جنب. بصوا بقى استوى معايا ومتماسك ازاي. معايا كده المتنجان الرومي، اقشره كده. عايزه تقشريه كله من القشره قشريه، عايزه تسيبي منه. انا سايبه منه الصراحه، مفيد وكشكل كمان حلو جدا. ده هنعمل بيه ايه؟ هنعمل مسقعه. اليومين دول بقى كده عايز افكار كده من الاكلات، يعني نقضيها يعني. حطيت بقى الطاسه على النار، هحمر المتنجان وهنعمل الناحيه التانية المسقعه.
حطيت رشة من الملح في الزيت. قال يعني بيقولوا ان الملح لما نحطه في الزيت ما المتنجان ما يشربش زيت، او يعني كأيا كان انا حاطه ايه في الطاسه يعني ما يشربش زيت. بس ما حصلش فعلا يا جماعه، لا ما اثرش معايا الصراحه يعني. شرب زيت وحطيت زيت تاني، ما فيش اي حاجه. فاللي قال المقوله دي لا يطلق عليها هذا المقوله. مسقعه طبعا بتتعمل بالثوم. حمرت الثوم كده، هنزل على طول ايه بشفشق الطماطم، واسيبه يتسبك ويكون ايه المتنجان اتحمر معايا. وعلى طول يعني متسقعه من عشاقها الصراحه. عايزه بقى تخليها سبايسي شطه بقى براحتك، عايزه تحطي فلفل حامي اللي يعجبك. ومش شرط طبعا ان انا اعمل الوصفات دي كلها في اكله واحده، يعني ممكن اعمل مسقعه وبطاطس محمره وبس كده. انا هعمل مسقعه وبطاطس محمره وبابا غنوجه. بابا غنوجه. يا رب. عايزه بقى رايكم كده في الفيديوهات اللي انا عاملاها، وبكل امانه اللي يوصل للمقطع ده او الجزء ده يقول رايه في الفيديوهات اللي انا بعملها، ويقول رايه في قناتي. وشكرا جدا على كل حد بيشترك في القناه، ويا رب ابقى عند حسن ظنكم يا رب. بصوا بقى شرب زيت ازاي، وهحط طبعا زيت تاني. المسقعه برضو هي الوصفه دي، يعني الاكله دي او الفيديو ده عامه بيحب الكمون. يعني كل اكله فيها بتحب الكمون. المسقعه طبعا هنحط لها كمون. حطيت كده بقى المتنجانيه من الناحيه التانية دي اللي شايفينها دي، ايوه هي دي. حطيت كده تتشوي علشان خاطر نعمل بابا غنوج. بصوا بقى اتهرت معايا بالمنظر ده، اقلبها يمين وشمال واشوحها كده لغايه ما الجلد بتاعها يقول لي ارحميني. تمام. خلاص شويتها. هشوي كمان ايه طماطمايه. ايوه طماطمايه بتفرق جدا، حلوه قوي في الطعم مع البابا غنوج. وكمان شايفين هناك في ايه، بشوي كمان بصلايه. قشرت البصلايه كده وغسلتها حلو جدا وشويتها حلوه جدا. والطريقه دي بجد جميله جدا، جربيها مش هتندمي. يبقى انا شويت الفلفل بصوا القرنبيط مقرمش ازاي، حلو قوي ولونه تحفه. البابا غنوج انا شويت كده البابا غنوج، وشويت طماطمايه صغيره وبصلايه. دلوقتي انا بعمل ايه، بعمل خلطه كده واو للبطاطس. بعمل كباب حله. قشرت بصلايه وقطعتها مكعبات صغيره، وحطيت عليها فلفل الوان وفلفل اخضر، وحطيت عليها بقدونس بس كده. هحط عليها اي توابل انا بحبها. تمام. حطيت كده التوابل، الملح والفلفل، كمون، تمام، توم باودر، بصل باودر، كزبره، عايزه تحطي بابريكا حطي، عايزه تحطي شطه حطي. تمام. وقلبتها كده حلو جدا وركنتها على جنب. دي هطلع منها يعني هحمر البطاطس عادي جدا وهحطها على الخلطه دي. وتعالوا نكمل الوصفه مع بعض نشوفها هتتعمل ازاي. دلوقتي ايه، قشرت الطماطمايه كده القشره اللي من بره وحطيتها في الخلاط. وكمان البصلايه علشان اي سواد او اي يعني تشويحه كده من النار انا مش عايزاها. تمام. والمتنجان برضو كذلك، انا قشرت المتنجان كده بالمنظر ده لغايه ما خلاص بقى ايه مش ماسك نفسه معايا. وهحطه على طول في الخلاط. حط كده رشه بسيطه قوي من الثوم. يعني فصايه واحده او نص فصايه، ما تكتريش الثوم في اي في البابا غنوج. وحطيت كده معلقه من الخل ورشه من الملح. تمام. ورشه من الكمون. كمون اساسي قلنا في الوصفه. هضربهم حلو جدا في الخلاط. ضربتهم.
بصوا بقى يعني عايزه تتاكل كده بجد، يعني حاجه كده ما اقولكوش طعمها حكايه. هحط عليها الطحينه على طول. عايزه تزودي بقى سنه من الخل كده، عايزاها مززه يعني زودي، عايزه تحطي ليمون تحطي. بس بجد جربيها، تحطي عليها بصلايه مشويه وطماطمايه مشويه. بجد كده دي يعني انا كنت بعملها سندوتشات كده وتتاكل. تسلم ايدي اللي علمها لي. معايا بقى حته جبنه قديمه وطحينه. تمام. بصوا بقى كده خلاص بدأنا ايه نشطف في الاكل، خلصنا القرنبيط التحمير وبصوا لونه ايه، ما اقولكوش ذهبي وحلو قوي. وحته الجبنه القديمه دي وحطيت عليها الطحينه ونقطع عليها طماطمايه. بجد الاكله دي اهم ما في الاكله العيش. زودي في العيش عشان انتي مش هتقومي من على السفره دي. بصوا بقى حمرت البطاطس وقلبتها حلو جدا. في الحاله دي انا حاطه ايه على النار، حاطه فحميه علشان هعملها يعني هطشها بالفحميه عشان اسمها كباب حله. وكان عندي بقى متنجان من المخلل ده، وحطيت منه بلو حطيت منه. تمام. وان شاء الله بقى اعمله معاكم. وحطينا البابا غنوج وحطينا كمان الطحينه. وكانت اكله عظمه عظمه عظمه. بصوا بقى حطيت حته لومه او حته ورقه ايا كان بقى، اهم حاجه ما تحطيش الفحميه منها على البطاطس. وهطشتها بالزيت واقفل عليها باي حاجه، ورقه بقى بطبق باي حاجه. تمام وخلصنا. والمسقعه كانت جاهزت معايا وغرفنا واتفضلوا معايا بجد. كانت اكله من العظماء. طبعا دي تنفع في رمضان، تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع طبعا. والحمد لله على نعمه ربنا. وكل سنه وانتم طيبين، وفكره كده تقضوها كده قبل رمضان وفي رمضان. ويا رب ابقى عند حسن ظنكم يا رب. تتغمس بقى البطاطس دي بالعيش، ما تتاكلش كده بالايد علشان تاخدي بقى من الخلطه دي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.